السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سيلوكس في شرح كيف نغير خلفية القناة، أو كيف نغير هذا اللي ورا القناة هنا. تحطون الصور اللي تبونها هنا أو الألوان اللي تبونها هنا. طبعا أنا بحط لكم في الديسكريبشن اللي هو هذا 3 أشكال تحملونها، اللي هو هذا الشكل الثالث. زي ما تشوفون يعني هذا الحدود الحمراء هنا، وفي حشو حاطه يعني موجود هنا. طبعا يعني اذا تبغى انت تضيف هنا اي صورة تبي وتدخلها على القناة. طبعا إذا تبغى تضيف يعني اي صورة، تضغط على ملف فتح، تروح تختار اي صورة عندك تبي تضيفها. يعني مثال تختار هذه الصورة، تضغط اوبن، تجيك لي هذه الصورة. تروح يعني تفك القرصة عنها، تضغط عليها مرتين، تضغط موافق، خلاص يعني تشيل الصورة هنا على هذا الشكل. طبعا زي ما تشوفون لي هذه الصورة. يعني يعني في البداية يعني تاخذون الصورة هذه، تنزلونها لين أتحت شي، أساس يعني يظهر هذا ال هنا الأحمر هذا والحشو هذا. طبعا يعني إذا تبونه كذا تحطونه كذا. طبعا إذا تبون صورة الصورة يعني اللي في الوسط تظهر، تحطونه كذا، يعني تعبون هذه الفراغات. إذا يمديكم يعني نفس الصورة يعني تحطونها يعني هنا نفسها. طبعا يعني في الشكل الثاني. ثواني، اللي هو هذا الشكل الثالث. انا بحط لكم رابط تحت المقطع. وهذا الشكل الثاني، يعني زي ما تشوفون هنا في هذا الحدود الخضراء. وهذا اللي هو الشكل الاول. الشكل الاول اللي هو هذا الشكل العادي، يعني ما في اي شيء لا زايد، يعني لا حدود ولا اي حاجة. انت بس يعني تجيب الصورة تحطها وتدخلها على القناة. طبعا زي ما تشوفون اللي هو هذا الشكل الثالث، يعني اذا يعني تبون تركبون على القناة. انا ثواني. طيب اذا تبغى تركبون هذا الشكل الثالث على القناة، يعني انا زي ما تشوفون اللي هي هذه قناتي، انا مركب عليها هذا الشكل اللي هو الثالث. طبعا اذا تبغون تحملون هذه الاشكال، اللي بحط لكم رابط حقها تحت المقطع. وبحط لكم رابط هذه الثلاث مجلدات، اللي هو مجلد رقم 1 اللي هو في يعني في كلها يعني صور انا مضبطها على الشكل الاول. يعني زي ما تشوفون هذه الاشكال، يعني اي شكل يعني تبغون تركبونه على قناتكم. يعني اذا تبغون تختارون من هذه تركبونه على القناة. واذا تبغون ترتبونها يعني على كيفكم، الصور اللي انتم تبونها تحملون اللي هي هذه الثلاث. انا احط لكم رابط تحت المقطع. وفي هذا اللي الاشكال اللي على رقم 2 اللي هي على الشكل الثاني الاخضر. يعني نستنى الحين لين نفتح المجلد. يعني زي ما تشوفون هذه الاشكال كلها يعني على التمرين الثاني. يعني اذا تبغون تختارون اي شيء منه تدخلون على القناة، تختارون اي واحد من هذه. انا بحط لكم رابط تحت، رابط حقه تحت المقطع. واذا تبغون يعني تعدلون بالصور اللي انتم تبغون تحملون هذه الثلاث، زي ما تشوفون هذه كلها يعني على الشكل الثالث. طبعا الحين يعني كيف لو نبغى ندخل اي واحد من هذول يعني على القناة. طبعا يعني القناة اذا كانت باللغة العربية، يعني زي ما تشوفون تضغط على اعدادات القناة. الحين استنى تفتح اعدادات القناة. طبعا زي ما تشوفون لما افتح لكم هذا، تضغط على اختر ملف. يعني ما يمديكم تغيرون اي شيء، لان يعني هذا خطأ في اليوتيوب. اللغة العربية ما يمديك تغير، يعني لازم تحول اللغة انجليزي. تضغط على الغاء. تنزل لين تحت. شوف هذا اللي هنا مكتوب اللغة العربية، تضغط عليه. حنستنى هنا تظهر اللغات.
طيب زي ما تشوفون لهذه اللغات تختارون اللغة الإنجليزية، تضغطون عليها. الحين نستنى لين يعني تفتح القناة. الحين قناة إنجليزية. خلاص الحين تختارون تضغطون على هذا اللي هي إعدادات القناة. الحين تختار على هذا، تضغط على هذا اللي هو تشوز فيل. الحين استنى لين يفتح. زي ما تشوفون انه هذا فتح اللي هذه الصفحة تفتح، يعني اساس تختارون اي شكل تبغون تضيفونه على القناة. طيب مثال لو نبغى نختار شكل من هذه الاشكال اللي على التمرين الثاني، يعني مثال لو نبغى نختار هذا، تضغط عليه، تضغط اوبن. الحين استنى. زي ما تشوفون تحت هنا مكتوب جاري التحميل، يعني 15%، 16. نستنى لين نوصل لين 100%، ويعني تدخل هذه الخلفية على القناة. الحين ننتظر لين تدخل. طبعا هذا اللي فوق اللي هو تشوز فيل اللي هو الافاتار، لو تختارونه تضغطون عليه، تختارون اي صورة يعني تكون لي هذه الخلفية او هذه الصورة تبع القناة، الصورة الصغيرة، وهذا اللي هو تبع الخلفية اللي وراء. الحين هذا وصل 100%. الحين نستنى القناة يعني لين يدخل عليها هذا الشكل. طبعا زي ما تشوفون اللي هو هذا الشكل يعني دخل على القناة. خلاص الحين تضغطون اللي هو هذا يعني تم التعديل. الحين استنى لين تفتح القناة يعني بشكلها الجديد. يعني زي ما تشوفون هذه القناة يعني كذا صار شكلها. طبعا انتوا يعني لما تكون عندكم القناة حقكم يعني فيها مقاطع، فيها مشاركات طويلة، يعني بيكون شكلها يعني افضل من كذا. يعني زي ما تشوفون اللي هذه قناتي انا، يعني تحت زي ما تشوفون هذا مركبنا عليه التمرين الثالث. وهذا اللي هي الحين ركبت عليه التمرين الثاني. اللي يبغى التمرين الاول يعني طبيعي ما في اي زيادات، يعني هذا في هذا الخضار زي ما تشوفون. وهذا التمرين الثالث اللي فيه الاحمر هذا والحشو هذا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم سيلوكس في شرح كيف نغير خلفية القناة. اتمنى لايك وسبسكرايب وزيارة منتديات سيلوكس.